يا صباح الكريمة ويا صباح القشطة ويا صباح اللبن الحليب، صباحكم أبيض زي قلوبكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة بقى على الكريمة؟ لا مش الكريمة، على الكنافة بالكريمة. هنعمل النهاردة، شايفين القمر دي؟ عسل 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 زي ما انتوا شايفين كده. نعمل مع بعض صينية الكنافة. أول حاجة بقى معانا، يلا كده الأول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض السيرب بتاع البسبوسة بتاع الكنافة، شايفين؟ عقلي في البسبوسة والكنافة. كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية. ده لنص كيلو ايه من الكنافة يا جماعة. السيرب ده نص كيلو من الكنافة، دوبيهم كويس وعلى النار. يبقى كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، على النار بقى يغلوا مع نفسهم حوالي 6 7 دقايق. معايا نص كيلو من الكنافة بتاعتي دي في الفريزر. يعني انت تجيبي الكنافة بتاعتك وتحطها في الفريزر علشان تبقى سهلة معانا ايه لما نيجي ايه نقطعها ونفككها. ممكن تقطعيها كده في الكبة، تديها فرمتين في الكبة وخلاص. ممكن برضو بصي هي بتتقطع معاكي بكل سهولة اهي، شايفين؟ بتفركيها كده بتنفرك كلها. هفكك بقى الكنافة بتاعتي دي كويس خالص كلها كده، وفلفلها وفرفرها كده من بعضها. لازم تفككيها وتفرفريها كده كلها. شايفين انا كده فرفرتها ازاي؟ اهي كده عاوزينها كده بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. فرفرنا الكنافة بتاعتنا خالص. معايا بقى نص كوباية من الزبدة. ده نص كوباية من الزبدة اهي، سمنة زبدة زي ما تحبي. شربي بقى الكنافة بتاعتك كده بالزبدة دي، اهم حاجة تشربي الكنافة كلها بالزبدة. شايفين كده؟ خلاص شربت الكنافة بتاعت الزبدة ازاي. هركنها بقى على جنب. تعالوا بقى نعمل الكريمة مع بعض اللي هي بديل القشطة. نص كيلو من اللبن الحليب، عليه معلقتين من النشا. نص كيلو من اللبن الحليب عليه معلقتين من النشا بس، ما حطيتش سكر علشان انا طبيعي هسقي الكنافة بتاعتي بالسيرة هتبقى مسكرة. خلاص، يبقى حطينا بقى ايه؟ نص كيلو من اللبن الحليب عليهم معلقتين من النشا. السيرب بتاعي بقى غلي، حطيت له عصرة ليمونة وكيس فانيليا. بعد ما يغلي عصري عليه ليمونة وكيس فانيليا. عندك الكريمة بقى شايفين على النار اهي، برضو هضيف لها كيس من الفانيليا. بس انا ما ضفت السكر يا جماعة، انت حابة تضيفي معلقتين سكر براحتك برضو. كده هقلب بقى في الكريمة بتاعتي لحد بقى شايفين القوام ده كده. احنا عاوزين القوام ده لحد كده ما تربط معاكي وتاخدي القوام ده. هنعمل النهارده بقى كنافه بالقشطه، لا مش القشطه بقى، هنعملها بالكريمه. احنا هنعمل الكريمه دي عندنا في البيت بديل للقشطه، بس بتبقى طعمها تحفه. خلاص كده تمام. طفيت على الكريمه بتاعتي والسيرب بتاعي خلاص برضو طفيت عليه يبرد، والكريمه تبرد شويه، لازم تبرد شويه. نص الكنافه تحت في الصينيه والنص التاني بعد الكريمه. هننزل بقى بالطبقه بتاعت الكريمه كده، شايفين؟ احنا عاوزين القوام ده كده. على فكره يا جماعه الصينيه بتاعتي دي كانت كبيره شويه على نص كيلو. المفروض كنت عملت صينيه اصغر علشان تطلع عاليه معايا شويه، بس هي برضو كانت تحفه. افردي بقى الكريمه بتاعتك، الطبقه بتاع الكريمه، بس ما تجيش على الطروف قوي زي ما انت شايفه كده. بعد كده بضيف بقيه الكنافه بتاعتي على الوش. حطينا نص الكنافه تحت وضغطنا عليها والنص التاني فوق. وانت بتضغطي فوق ما تضغطيش قوي. يلا بقى على الفرن درجه حراره وسط يا جماعه لمده ربع ساعه بالظبط. شايفين القمر دي طلعت ازاي؟ والله الكاميرا زلمه لونها. الكنافه بتاعتي سخنه، السيرب بتاعي برد خالص. يعني السيرب بتاعي برد والكنافة سخنة. خلاص بقى اسقي بقى الكنافة بتاعتك، شربيها بقى بالسيرب ده كله. حاجة كده بقى دوبان. هتاكلي بقى صينية كنافة بالقشطة او بالكريمة زي ما تسميها بقى. حاجة كده بقى دوبان، مش عاوزة اقولك. هتجربيها بقى الصينية دي على طول هتعمليها. هلفف بس الصينية كده علشان السيرب بقى يروح للصينية كلها من كل الجوانب. شايفين؟ حاجة كده بتتكلم عن نفسها. انا قربت الكاميرا عشان اوضح لكم اللون. لونها مش عاوزة اقول. جبت بقى معايا صينية كده هقلبها لكم علشان برضو ايه نقطع قطعة كده منها ونشوف الكريمة بتاعتنا جوه عاملة ايه واخبار الكنافة بتاعتنا ايه. عظمة يا جماعة عظمة، شايفين العظمة دي؟ هتعملي بقى صينية كنافة كده متدلعة، دي اسمها ايه؟ كنافة متدلعة. اهي شايفين الكريمة؟ كنافه دايبه في بعضها، دايبه في بعضها. انت مفرفره بقى الكنافه مع الكريمه. بصي بقى مش عاوزه اقولك على الجمال.
الجمال عدى الكلام يا جماعة، مش عاوزين نتكلم. يلا بقى لو لسه بتتفرجي عليا لحد دلوقتي، لايكات كتير 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 للكنافة دي. شايفين القمر دي؟ لايك بقى واشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد اللي انا بعمله في قناة عزة عامر. اشوف وشكم على خير في فيديو جديد.